طيب سهير، أنا حابة أنك تقولي لي أنت طريقة سعيك، أنت كيفاش عملتي حتى وصلتي لهذه النقطة اللي أنت فيها؟ بصي يا سوسو، هرجع تاني واقول احنا مش بنقول ده عشان ندي نصايح. احنا بنقول ده عشان احنا دقنا جماله، دي حاجة عشنا نعيمه، انبسطنا بيه، فرق معانا في حياتنا. كمان انا بالنسبة لي كسهير، انا بعمل ده عشان انفق مما اتاني الله، عشان اكمل مشوار بقى رحلة التطور والتزكية والنجاح. عارفة لما يكون عندك حاجة وتنفق منها على طول بتزيد وتعلى ويبقى فيها ثراء، فدي حاجة من صح. الحاجات. حاجة كمان، انا بالنسبه لي كسهير برضه عايزه اعمل عيله احنا بنسميها في الطاقه عائله كونيه. عيله مش بس صله دم، لا، عيله ناس ما بيش مش بينك وبينهم صله دم، بس ناس تدعمك وقت ما يحصل اهتزاز زي ما قلنا، وقت ما تكوني محتاجه طاقه بقى، عايزه حد يدعمك يزقك عشان تكملي. الناس دي مش هتعمل تبقى داعم ليكي غير لو انت قدمت لها مهم. اصلاح ونفع وخير. صح. فوالله ده هدف، واللي بنقوله من المنطلق ده، مش من منطلق ان احنا بندي نصايح، لان في ناس احسن مننا بكتير وواصله لمراحل احسن مننا بكتير وبتدي المعلومه بطريقه اجود مننا بكتير، بس احنا بنعمل ده من الباب ده، بالهدف ده. دي حاجه. انا مهم. عملت ايه؟ فانا زي ما انت قلتي مشيت في التلات جوانب. احنا عباره عن جسد ونفس مشحونه بروح. طيب، الجسد ده لو هشتغل على الجزء الجسماني اللي بره، عامل زي العربيه. في عربيات بتبقى اعلى حاجه، وطبعا انا خبرتي في العربيات زيرو، بس هقول الاسماء اللي حفظتهم. مهم. في حاجه بتبقى عاليه قوي زي لامبورجيني وفيراري وبي ام دبليو اللي انا حفظتها منك. وفي حاجه تحت قوي بتبقى يا دوب عارفه مش قادره تروحي بيها، يعني ممكن تمشي كام متر، كام كيلو بالعافيه، زي شاهين و128 عندنا في مصر. مهم. في حاجات بقى في النص زي هيونداي وتيوب. انا طبعا الاسماء يا جماعه ممكن تطلع غلط خالص، بس انا بقول أكيد، ما هو كمثال المعنى وصلهم فعلا وتتغاضوا يعني. عن تغاضوا عن الاسماء اللي انا بقولها دي. وفي حاجات بقى بتبقى في النص، مهم. بناء على جوده العربيه، صحه العربيه، انت بتعرف تكمل اللي جاي. فلما بتبقى العربيه بتاعتك نوعها عالي شويه، بتعرف تعلي منها، بتعرف تزود. فانا بالنسبه لي العربيه بتاعتي في الوسط، لسه يعني انا راضيه ومبسوطه باللي انا فيه، بس بسعى للأعلى. في الوسط ازاي؟ ايه اللي عملته عشان اوصل للوسط ده؟ النوم. اول حاجه النوم. حاول على قد ما تقدر، او حاولي على قد ما تقدري تظبطي الساعه البيولوجيه بتاعتك، تنامي بدري وتصحي بدري زي ما ربنا قال: وجعلنا الليل لباسا. ولما انام احاول اصحى الثلث الاخير من الليل. ليه؟ لان ده فيه طاقات وفيه خيرات ونعيم فظيع، يعني في حاجات لما تستفيد بيها روائع. انا بعمل فيه ايه؟ انا بعمل فيه تسبيح بالحمد، بعمل فيه تسبيح في هدفي، بخطط اليوم الجديد، بعمل تزكية، وبعد كده بتكملي اليوم بتاعك وبتنامي مثلا. كمان مهم. الرياضة، على الأقل تمشيها. اتمشى كل يوم صح. ساعة ولا ربع ساعة لو انت لسه مبتدئ، وخدها بالتدريج. ايه كمان؟ الاكل. وفي ناس احسن مني واحسن منك اتكلمت على ايه ناكل. الناس دي ما شاء الله بقت كتير، ادخلوا وخدوا منهم معلومات هتستفيدوا. ايه اكلوا، ايه اللي دخلوا، لان بيفرق قوي. صح. ايه كمان؟ لو هتكلم بقى على الجانبين التانيين، احنا قلنا ان الجسم عربية. طب العربية دي بيسوقها حد، الحد اللي بيسوقها ده هو النفس. مهم. الحاجات اللي انت مبرمجها، الحاجات اللي انت مقتنع بيها، هي دي اللي بتسوق العربية. فمن الحاجات اللي بتخليك تسوق العربية من غير ما تعمل حوادث، من غير ما صحتك تتدهور ويبان عليك الشيب والعجز وتتبهدل وتبقى عندك يأس وإحباط، حاجات بقى أنا عملناها إضافة على اللي أنت قلتيه. تسامح. حاجة من الحاجات اللي بتفرق قوي، إن أنت بتبقى زي ما تكون ماسك نار، جواك نار وماسك نار، فلما بتسامح بتخلص من النار دي. صح. هو كل اللي حصل خير ليك، ايا كان بقى. هو بقى ظلمك، هو عرقل طريقك،
ايا كان بقى الشخص عمل ايه، اتكلم عنك بطريقه مش كويسه، سامح، لان اللي حصل كله كان خير ليك. وبقوة هو مجرد كان سهير سبب. يعني، سامح من موقف قوة. يعني إنه هو ممكن ياخذ حقه، لكن بعقلانية، بوعي، يعني بقوة، بقانون، بحق. يعني مش معناته إنه تسيب، إنه تخلي حقك يعني. لا، انا بتكلم عن الجزء النفسي، نفسيا. انت مش معنى ان انت تسامح، وعلى فكره مش معنى تسامح ان انا ارجع اتعامل مع الشخص. انا مسامحاه، انا عامله عفو بس مش عامله صف، مش هروح اكمل اتعامل معاك ولا اسلم ولا يبقى في تعاملات تاني. انا مثلا لو بيني وبينك حاجه، انا ممكن اروح اروح للهيئه اللي بترجع حقوق الناس، بس انا داخليا هل صح. انا مقهور منك؟ هل انا في نار من ناحيتك؟ لا، انا باخد حقي بس انا جوايا مرتاح، باخد حقي بالطريقه الصح. مش بروح بقى اولع فيك واحرق فيك وبدل ما انت عملت لي حاجه قد كده، انا اعمل لك حاجه كبيره جدا تبقى عقابها كبيره قوي عند ربنا. كمان فعلا، وهو مش الاحكام سهل يا سهير، باش نكونوا من واضحين، الحاجات يعني مش اللي سهل، بتزود لكن تحاول الناس تفهم إن شاء الله. بصي، احنا بنفتح مواضيع، يا رب يا رب يعني ربنا يمكننا، ونبقى مره بقى نحكي عن كل حاجه انا هعملها ازاي بخطوات واحد اتنين تلاته. لكن عشان نحكي كل واحده بالظبط هعمل ايه، فده محتاج كلام، محتاج كل واحده فيهم تسجيل لوحده، نحكي فيهم انا هعمل تسامح ازاي، صح. هوقف الاحكام ازاي. وخصوصا ان ربنا قال في القران ان الحكم الا لله. مهم. واحد في يوم واحد عمل 100,000 عمل خير و100,000 عمل شر، وعمل 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 وعمل، انا هحكم عليه ازاي؟ لا مهم. اقدر، لو قلت ده وحش مش هبقى منصف، ولو قلت ان هو كويس مش هبقى منصف. حد صح. عمل معايا موقف وحش، افصل الشخص عن الواقع، عن السلوك. هو شخص كرمه ربنا، ولقد كرمنا بني ادم. احنا يعني احنا احنا نحاول نفهم الموضوع، كاشخاص. يعني نحاول نحترمه على الأقل اه، هذه. احنا الحد اللي اداله ربنا الامانه، احنا الحد اللي ربنا كرمه، فما ينفعش تشيل التكريم ده اللي ربنا كرمه عشان هو عمل موقف كويس. هو مكرم، دي حاجه. هو صح. عمل موقف وحش، دي حاجه. دي صح. حاجه مهم. من الحاجات اللي فرقت معايا، ان انا بطل اجلد في ذاتي، ان انا بطل اوقف ان انا اظلم نفسي. وظلم النفس كتير قوي، انت ممكن تظلم نفسك بطرق كتير. ان انا اوقف احساس اللوم. كمان حاجه من الحاجات اللي فرقت، تعلق، نسف التعلق. مهم. ما تعلقش باشخاص، ما تعلقش باماكن، ما تتعلقش باوضاع. انا مش هقول ان انا وصلت لمرحله 100% في التعلق. انا يعني كل شويه اكتشف ان في، لا، ده في انواع كتير من التعلق. ده في تعلق بالوضع نفسه، انت بتتعلقي بوضع ولا بحاله. صح. بس على الاقل حاليا ما بتعلقش باشخاص، ما بتعلقش باماكن، ما بتعلقش بحاجات كتير. اه، لسه فوق باقي تاني، بس الحمد لله راضيه بالله انا وصلت له. الحمد لله، يعطيك الصحة. اما بقى الجانب الروحاني، امين يا رب، امين يا رب، يبارك لي فيك يا رب. كمان الجانب الروحاني هو ده بقى ايه اللي بيمشي ده كله. تخيلي بقى العربيه موجوده واحدث نوع، والسواق موجود وشاطر جدا، بس مفيش بنزين. هتمشي العربيه؟ مش هتمشي خالص. أكيد. البنزين ده اللي بيمشيك هو علاقتك بربنا. تتصل بيه بقى بالمناسك، بالعبادات، بالاتصال الروحاني، بانك تناجيه وتتكلم معاه طول الوقت، بانه هو يكون المرجعيه بتاعتك، بانك بتبقى طول الوقت في اتصال معاه. اي حاجه بتعملها انا مع ربنا، انا في معيه ربنا، انا بعمل ده عشان ربنا، بعمل ده من باب اني انا عبد من عباد الله، مش جاي مهم. كده مع نفسي بعمل كده وخلاص. ما هو هذه الأعمال كلها ربنا من يعني كتابه، كلها من تعزز أمانة صلته بالله، يعني فعلا سهير. فعلا من الأوامر والنواهي بتاعت ربنا. برضو موضوع روحاني فيه كلام كتير، بس في المختصر ان انت دور ازاي اقرب من ربنا، ازاي اعرف ربنا. واقرب واسهل طريق ان انا اروح لكتابه، هلاقي حاجات كتير. ان انا التزم بالمناسك والعبادات، ان انا اتزكى، اني كل يوم اضيف حاجه جديده. طبعا اللي انا بقوله ده مش هقول لك اعمله كله، ده انت ممكن كل شهر تاخد حاجه من كل اللي احنا قلناه ده، ولو نجحت فيها يبقى انت ممتاز جدا. يعني احنا قعدنا سنين زي ما حكينا، فمش لازم تعمله كله، بس على الاقل حط ده في جدول ونفذه. اللي احنا بنقوله ده يا سوسو مش بس تجربتنا، بان احنا معلومات مثلا اخدناها من حد وجربناها وطلعت صح. كمان في ابحاث علميه بتقول الكلام ده، بتقول ان في عمر حقيقي، عمر اللي انت بيكون عددي، اللي بيكون مكتوب في الشهاده بتاعت الميلاد بتاعتك، وعمر تاني بيولوجي. العمر البيولوجي ده هو عمر الخلايا.
فعلا تقريبا. يعني. ايه تقريبا. يعني ناس حتبحث يعني، فناس بزاف يعني متكلمة في الموضوع. تقريبا. لا، انا بس عشان اللي عايز يدور، هو البحث اللي دكتوره او باحثه اسمها مريم مطر كانت بتتكلم عن ان في عمر حقيقي وعمر بيولوجي. والعمر البيولوجي ده هو عمر الخليه، وان في اجهزه بتقيس ده، وفي ناس قاسوا عمرها البيولوجي على الخليه، كان مثلا عمرها 20 30 ولقوا عمر الخليه 50 60. وناس تانية كان العمر 50 60 ولقوا عمر الخليه 20 30. ده بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على كل الحاجات اللي احنا قلناها، الثلاث جوانب اللي احنا قلناها، إنك تصلح الثلاث جوانب. انا كنت مبسوطه قوي 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 قوي، فوق ما تتخيلي يا سوسو بالحوار. حبيبتي عارفه والله واحنا صح. بنتكلم كنت فعلا، عايشه وأنا كل. استفدت وأفدت إن شاء الله. يعطيك آه، الصحة سهير. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يكون بالنفع والفايده على الكل. يلا بإذن الله أكيد، صباحك يعني لأنه النية ومساء. صافية، وإحنا مساء حابين إنه الخير. تعيشي سهير. إحنا حابين إنه الإنسان فقط يركز على نفسه فقط، ويحط نقطة اثنين ثلاثة ويشتغل ويخدم على نفسه، بإذن الله تعالى الله راح يوفقه يعني أكيد. امين يا رب، امين يا رب. يلا هسيبك في رعايه الله حبيبي. يلا حبيبتي، وفي أمان الله حتى أنت والكل.